كشف موقع السوبر مفاجأة مدوية بخصوص نادي الزمالك، وهي مفاوضاته مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق خلفا ليانيك فيريرا، وده طبعا بعد سلسلة من النتائج والمباريات السيئة وخسارة أمام النادي الأهلي 3 نقاط، وخسارة نقطتين أمام وادي أو نادي الجونة بالتعادل 1-1. وكشف مصدر أو كشف موقع السوبر عن طريق مصادر له في نادي الزمالك بمفاوضات بالفعل تمت مع رينيه فايلر، اللي المفروض إن له سمعه طيبه في الكره المصريه ومعروف بابداعاته وانجازاته اللي عملها من النادي الاهلي، لكن هم عاوزينه يرجع للكره المصريه عن طريق بوابه نادي الزمالك. وبالتالي مصدر من النادي الزمالك ياكد ان تواصل بالفعل تم بين جون ادوارد ووكيل السويسري رينيه فايلر المدرب الحالي لفريق دي سي يونايتد الامريكي ونادي الاهلي السابق. واكد المصدر ان رد فعل رينيه فايلر كان ان هو انتظروني ادوني مهله افكر في العرض وهرد عليكم، وبيبحث العرض ويشوف الدنيا فيها ايه، وخصوصا ان نتائجه مع فريقه دي سي الامريكي مش احسن حاجه، الترتيب في الجدول هو الاخير تقريبا، مطالبات من الجماهير برحيله، وفي نفس الوقت تلقى هزيمه قاسيه هي الاعلى في تاريخ فايلر التدريبيه، وخسر من فريق فيلادلفيا الامريكي بسداسيه نظيفه امس فجر الامس. فالموضوع كان بالنسبه له صعب جدا، ومن الواضح انه هيكون اخر حاجه ليه في امريكا هي المباراه اللي جايه، وبعد كده هنشوف التفكير في ايه، هيرجع على مصر مش هيرجع على مصر، وهل لو رجع مصر هيكون فعلا بوابه الزمالك، وهنشوف اللي جاي فيه.